لو انت في ثانويه عامه ومراكم دروس وتايه ومش عارف تعمل ايه في الكام شهر اللي فاضلين دول، فالفيديو ده هيفيدك ان شاء الله. اعرفك فيه ازاي تلم المتراكم عليك وازاي تتعامل مع الايام الجايه دي بافضل طريقه عشان تقدر توصل بيها للمجموع اللي انت عايزه باذن الله تعالى. انا في الحقيقه مش بتكلم كتير في القناه عن الثانويه العامه لان في ناس كتير غيري بيتكلموا، فالكلام بيبقى مكرر وكده. وغير كده اساسا انا سايب الثانويه العامه بقالي 4 سنين، انا حاليا في رابعه جامعه، فانا مش معاصر التغيرات اللي بتحصل قوي مع الوقت. ولكن الحقيقه انا اخترت شهر 2 ده بالذات اتكلم عنه لان كان ليا فيه تجربه خاصه، فحسيت انها ممكن تفيد حد منكم فقلت اشاركها معاكم. شهر 2 هو حرفيا بدايه النهايه في الثانويه العامه، لان حاليا طلبه الثانويه العامه متقسمين 3 انواع. النوع الاول وده الاغلب اللي هي الطلبه اللي بدات مذاكره من اول السنه ولكن على قدهم عادي، فجم على شهر 2 راكموا حاجات كتيره جدا وعايزين يلموها ويبداوا مراجعه على نضيف. النوع الثاني اللي هو قرر يفوق ويبدا من نص السنه، يعني من بدايه شهر 1، ولكن زي بدايه اي حاجه فهو بدا مهكع شويه وعايز يظبط الدنيا بدايه من شهر 2. النوع الثالث اللي هو ما بداش خالص حرفيا، والنوع ده بالذات شهر 2 هو حرفيا الفرصه الاخيره له، مش هيعرف يعوض بعد كده ابدا بعد شهر 2. اذا شهر 2 هو ملتقى كل الانواع دي، فانا بعتبره بصراحه هو اهم شهر في السنه. الخلاصه كده شهر 2 هو الملاذ الاخير لطلبه الثانويه. انا بالنسبه لتجربتي زي دلوقتي من 4 سنين كده كنت من النوع الاول اللي هو بادئ مذاكره من شهر 8 من اول السنه عادي، ولكن على قد يعني ما كنتش مقطع الكتب ولا حاجه. فجيت على شهر 2 وراكمت حاجات كتير وكنت عايز المها، ولعل ده اكتر سؤال بيدور في ذهن طلبه الثانويه العامه كلهم حاليا: ازاي تلم التراكمات اللي عليك؟ قبل ما تفكر ازاي تلم التراكمات لازم الاول تقف وقفه راجل مع نفسك وتلتزم بالجديد اللي انت بتاخده، والا التراكمات دي هتفضل تزيد ومش هتخلص، والا هتبقى مثلا عامل شبه واحد بيتهم غرقان ميه وهو عمال بيفضل ميه في جردل مخروق. كون انك رايح تلم التراكمات اللي عليك ومش عارف تذاكر وتلتزم بالجديد، انت كده ما بتعملش حاجه خالص، انت كده بتدور في دايره مفرغه وهتيجي لنفسك على الفاضي. فاهم حاجه الاول تظبط الجديد وتلتزم بيه، وبعد كده تبدا تلم التراكمات واحده واحده. هقول لك ازاي تلمها دلوقتي. اول حاجه لازم تعملها انك تجيب ورقه وتكتب عليها كل الدروس اللي متراكمه عليك، وبعد كده هتبدا تحط لكل درس الوقت اللازم او الوقت التقريبي اللي انت تقدر تذاكره فيه، وتبدا تحط لها وقت محدد او وقت ثابت في اليوم بحيث انك تبقى عارف ان الوقت ده خلاص جه يبقى انا هذاكر المتراكم عليا، طبعا مع مذاكره الجديد. ولكن الوقت ده ما تخليهوش كبير عشان ما يجيش على الجديد، يعني ساعه او ساعتين في اليوم بالكتير على حسب مقدرتك، لو تعرف تزود عن كده زود. وتكون طبعا حاطط وقت محدد او مده محدده هتخلص فيها كل التراكمات اللي عليك على حسب حجمها، وتبدا تحاسب نفسك كل اسبوع او كل فتره اول باول، لان انت اكيد مش هتبقى مثالي، يعني مش هتخلص كل التراكمات اللي عليك، عادي هيفوت منك حاجات وهتقع في اخطاء مفيش مشكله. المهم انك تتعلم من الاخطاء دي، عشان كده بقول لك راجع نفسك كل اسبوع اول باول عشان تقدر تخلص التراكمات في اقرب وقت محدد او اقرب مده محدده انت حددتها. ولكن خلي بالك الوقت اللي انت هتلم فيه التراكمات دي لازم يبقى من وقت راحتك، بمعنى انك هتضغط على نفسك شويه الفتره دي، وليكن مثلا انت بتذاكر 6 ساعات يبقى تخليهم 8 او 9 ساعات وهكذا، لان انت طبعا لازم تدفع ضريبه الوقت اللي انت ضيعته قبل كده. ولو الحكايه صعبه عليك في الاول خدها بس بالتدريج وهتمشي معاك ان شاء الله. تاني حاجه لازم تعملها الفتره دي انك تتخلص من اي حاجه بتضيع وقتك، وهم غالبا مش هيخرجوا عن الحاجتين دول. رقم 1 الموبايل، لازم تتخلص من الموبايل الفترة دي بقدر الإمكان وإلا هتندم جدا بعد كده، وتنقل طبعا كل مذاكرتك على التابلت بتاعك أو اللاب أو أي حاجة عندك، ولو مش عارف ممكن تخلي والدك أو والدتك أو أي حد معاك في البيت يساعدك. المهم إنك لازم تتخلص من الموبايل الفترة دي بقدر الإمكان، إلا مثلا لو أنت عايز تسمع درس أونلاين ومعكش تابلت تسمع عليه فأنت مضطر إنك تسمع عليه، ففي الحالة دي هتسمع عليه الدرس وتوديه تاني. المهم إنك تحاول تتخلص من الموبايل الفترة دي بقدر الإمكان. تاني حاجة الدروس اللي ملهاش لازمة، لو انت حاليا بتروح درس اوفلاين على الارض يعني وشايف انك ما بتستفدش منه قد كده فارجوك تسيبه فورا، وبالتالي يعني اليوتيوب والاونلاين ما خلوش حاجة خالص. هتوفر وقت كبير جدا بتستهلكه في المواصلات، هتوفر فلوس، هتوفر حاجات كتيرة جدا، وخلي بالك كل دقيقة هتضيعها في الكام شهر الجايين دول هتندم عليها جدا بعد كده. طبعا كل واحد اضرب نفسه هو بيضيع وقته في ايه، ولكن انا قلت اغلب حاجتين معظم الطلبة يعني بيضيعوا وقتهم فيهم، ولكن طبعا انت الاضرب نفسك، فحاول تتخلص من اي حاجه بتضيع وقتك ايا كانت هي ايه، وشوف بقى بعد كده الوقت اللي هيتفضل لك هتقدر تذاكر الجديد وهتذاكر المتراكم، وكمان هيتفضل لك وقت زياده تريح نفسك فيه. رقم 3 قوي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى الفتره دي، يعني الصلاه في وقتها، الاذكار، الدعاء. صدقني الحاجات دي هي اللي هتشيلك في الفتره دي، خصوصا لما تقرب اكتر من الامتحانات والضغط يزيد هتلاقي نفسك ما بترتاحش غير في المسجد. فحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى الفترة دي، خصوصا ان احنا في اشهر مفترجة، يعني احنا في شهر شعبان وداخلين على رمضان، فالفرصة قدامك مش هتتكرر تاني. بالنسبة لنقطة هل لو بدأت دلوقتي ألحق، انا كنت اتكلمت عن النقطة دي بالتفصيل في فيديو قبل كده هسيبه لك تحت في الوصف،
ولكن يعني باختصار عشان ما اكونش بكرر الكلام، ايوه لو بدات دلوقتي هتلحق. زي ما قلت قبل كده في اول الفيديو ان شهر 2 هو اخر فرصه تقدر تبدا فيها وتوصل للمجموع اللي انت عايزه، ولكن بشرط الالتزام والجديه. وبلاش تقعد تقارن نفسك بغيرك وتقعد تفكر وتقول مثلا ده انا لسه هبدا وزمايلي زمانهم خلصوا المنهج وبيراجعوا. بلاش التفكير السلبي ده، انت مش في سباق مع حد. خليك مركز مع نفسك واعمل اللي عليك، لان الافكار السلبيه دي هتاخرك ومش هتخليك تعرف تذاكر. وخليك فاكر دايما انك عليك السعي مش عليك الوصول. وهي بس كده، دي ابرز الحاجات اللي قدرت اعملها الفتره دي. ومذاكرتي اتضاعفت وقدرت بفضل الله ادخل الكليه اللي انا عايزها، وهي مش سحر ولا حاجه، دي حاجات بسيطه جدا اي حد ممكن يعملها، ولكن هي عايزه التزام وعزيمه واراده قويه. فاتمنى اكون فدتكم ان شاء الله ولو بجزء بسيط. وبس كده، شدوا حيلكم وربنا يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم.